شباب، مساء الخير يا حلوين يا أحلى مبرمجين. أتمنى إنكم بألف خير وعافية. درس اليوم إن شاء الله هلل عن الإينمز. درس خفيف ولطيف وسهل، لكن هنا هنحاول نربطه بالدروس السابقة ونشوف إنه كيف الدروس هي مترابطة مع بعض وكده يعني. ودائما أنا كنت حريص جدا إنه كل درس أديك له لازم يكون له علاقة بالقبلي وكيف تقدر تربطهم سوا يعني، عرفتها؟ فيلا ده اللي ممكن يطورك أكتر ويديك خيارات في حين إنك تجي تشتغل على برامج يعني، عرفت؟ فإن شاء الله الدرس يكون خفيف عليكم ولطيف يعني. طيب الإينمز، ما هي الإينمز يا جماعة؟ الإينمز ما هي إلا user defined data type. لما نقول user defined data type معناها أصلا data type ما كان موجودة، لكن أنت اللي هو بتعرفه بنفسك بقى data type جديد. تمام، فعشان كده هي يسمى user defined data type. وأنا بعرفه أو بستخدم الأري عشان أخزن فيها ثوابت. تمام، بخزن فيها ثوابت زي شنو مثلا؟ الثوابت دي والله مثلا أقرب مثال، انت الليلة جه في طالب دارين يسجله مثلا في كلية معينة، فأكيد في أسماء للكليات دي، كويس؟ أو في مستويات في أي كلية. مثلا المستوى الأول، آم، مثلا فيرست كلاس، المستوى الثاني سكند كلاس، ثيرد كلاس وكده. هي طالب بيجي بيسجل في كلية ففي ثوابت في الكلية دي، في كلاسات أو في سمسترات، دي كلها ثوابت صح؟ فما ينفع أنا مثلا أجي أخزنه في أري ولا أخزنه في غيره. أفضل مكان أخزنه في شنو؟ في الإينمس. إينمس ليه؟ لأنه إينمس ما بتقدر تغير الخيم بتاعه، عبارة عن ثوابت. لما نقول لك كونستانس معناه ثابت غير قابل للتغيير، معناه interchangeable ما بتقدر تغيره وكده يعني، عرفت؟ الثابت في محله. او immutable برضو ما بتقدر تغيره يعني، ثابت. فبالتالي انا بستخدمه عشان ما اقدر اعبر الحاجات ده. او مثلا في حاجات تانية برضو في حالة الاختيار، مثلا هسي انتوا عارفين انه إشارات المرور مثلا دي يمكن مبرمجة اللي هو بينم ثابتة. الثوابت هي شنو؟ اللون الأخضر واللون الأصفر واللون اللي هو اللون الأحمر. فاللون الأخضر مثلا بنديه واحد، اللون الأحمر كده، واللون الأصفر كده، أرقام كده يعني، عرفت؟ ده الإنام. ويلا هي أصلا ذاتها ما بتقبل في التمثيل حقته غير اللي هو الانتجرز. تمام. طيب احنا الكلام الكتير ده نخليه. طب بعد ما جينا عرفنا الانمس نجي نشوف الديفينيشن حقته كيف. تمام، داير تعرف لك انم هتيجي تقول له كده، تكتب انم برا هنا، كويس؟ اللي هو انم بالطريقة دي، ظابط معاك؟ وتجي تكتب اللي هو اسم الانم بتاعك، كويس؟ اللي هو ده يعتبر بعد شوية يعتبر داتا تايب، ما زي زي الاستراك عبارة عن داتا ستراكشر، كويس؟ الانام عبارة عن اللي هو user defined data type، كويس؟ user defined data types يعني معناه ما كومبلكس شديد يعني. لكن لما انت تقول data structure ده معناه انت بتقدر تخزن فيها مجموعة من البيانات جنب بعض وفي الذاكرة. لا، انت هنا بكون عبارة اللي هو عندك selection، انت بتختار منهم واحد، كويس؟ يلا نجي مثلا أقرب مثال لنا كان شنو؟ والله يا أخي الفصول الدراسية، كويس؟ طوال نجي نكتب شنو؟ اللي هو مثلا آه خلينا نقول مثلا university classes، كويس؟ university classes، وبتيجي تعمل اللي هو العلامة بتاع الكيرلي بريسز ده. وبرضه ما تنسى لأنه لازم تديه سيمي كولوم موجود برا هنا. عكس لما كنا بنعرف في الاستراك كنا بنكتب النوع البياني جوا هنا، وبعد ذاك كنا بنديه سيمي كولوم في النهاية. لكن هنا كلامنا ما بينفع. هنا بس بجي اللي هو بعرف الثوابت بتاعي. الجو هنا ديل ما variables يا جماعة. الجو هنا عبارة عن constants selections، أنا بختار منهم اللي قدام. مثلا هنا أجي أقول له first class، تمام؟ بعديها وبديه سيمي ما بديه سيمي كولون، بديه كوما فقط، لأنه أصلا ما variable، كويس؟ طيب هنا تخليه يكون second class، third، fourth class. تمام، كفاية لحد هنا، ظابط؟ بالمناسبة آخر فاصلة ده إذا أديته كويس، ما أديته ما في مشكلة. لكن دايما بقول إنه الكومن براكتس
او البيست براكتس تقوم تديه الهاي بيست براكتس، يعني معناها في conventions المبرمجين المحترفين ماشيين بيه ونحن لازم نتبعهم، يعني لانه بيكون اصح غالبا. طبعا ده الديفينيشن وكده يعني. واليوسيس برضه اتكلمنا انه كيف نقدر نستخدمه. يلا ده بعد ده في حاجه انا نسيته، كان اللي هو assign variable. كويس. بعد ده تاني هنا accessing values. كويس. طيب يعني احنا بعد ده كيف نقدر نسجل اللي هو variable للحاجة دي؟ كويس. او كيف نقدر ننشئ variable؟ انا بنشئ variable عشان شنو؟ عشان اخزن فيها واحدة من القيم دي. يا جماعة نرجع نكرر للمرة التانية، قلنا المتغير ما هي الا حجز مساحة في الذاكرة، صح؟ وبيعتمد على النوع البياني بتاعي. النوع البياني هنا حق شنو؟ ده نوع بياني خاص بي اسمه enum بتاعت السلكشنز، وهو كان عبارة عن user defined data type. كويس. طيب انا هنا هاجي داير اعرف. لما داير اعرف الداتا تايب كنت بعمل شنو؟ لما كنت داير بعرف الفاريبل كنت بعمل شنو؟ كنت بعمل اللي هو بجيب الداتا تايب بتاعي. هنا عبارة عن enum un classes. كويس. اللي هو ده الداتا تايب بتاعي من هنا لحد هنا، ده كله عبارة عن داتا تايب. كويس. بعد ده بجي بوريه انه ده عبارة عن فيرست كلاس، وهيساوي لي شنو؟ هيساوي لي فيرست كلاس القاعد هناك ده. ظابط معاك؟ طيب كويس. لحد هنا ادينا سيمي كولوم ده اللي هو فيرست كلاس تساوي لي شنو؟ فيرست كلاس. يلا الفيرست كلاس عادي ممكن اخليه يساوي سكند كلاس، اخليه يساوي ثيرد كلاس، ما مشكله. الحاجه اللي بكتبه هنا او هنا ذاته ممكن عشان ما تقول الاثنين لازم تكتبهم بنفس اتنين هنا، لا لا، ممكن تخليه فيرست كده، ما في اي مشكله اصلا، ما عنده اي مشكله. بعد ده هنا ممكن تقول له عشان تجي تاكسس الفاليو ده، فموضوع بسيط جدا. هتقول له سي اوت، وهنا هتجي تقول له اللي هو فيرست، وهنا انت لاين. وطيب يا جماعة، خلينا نكون واضحين شديد. القيم اللي بتتعامل معاها الإنم بتخزن لك اللي هو زيرو وواحد، بيخزن لك أرقام انتجر فقط، ما بيتعامل مع الفلوت، ما بيتعامل مع السترينج، ما بيتعامل اللي هو مع أي داتا تايب تانية غير اللي هو الانتجر. بيتعامل مع الشار لكن ما دايركت as a text يعني. فلكن مع الانتجر بيتعامل معه مباشرة، فهو عشان كده دايما بيكون انتجر اللي هو values. ظابط معاك؟ فانت يلا نشوف السلكشن ده. طالما انت اخترت هنا قلت له فيرست كلاس، فهو مفترض اول اندكس موجود بيبدا هنا هو بيتعامل بالاندكسات. ظابط معاك؟ الفاليوز يلا يا جماعه. طيب يا جماعه، واحد واحد. الفاليو اللي هيخزنه في اول اندكس هيخزن الاندكس بتاعه زيرو. في حاله انت ما اديته الفاليو هو بيبدا من الصفر. كويس. ببدا من الصفر لانه العد في البرمجه الاندكسات عندنا ليه من زيرو. لما يكون عندك ثلاثة يكون عندك أربعة كده معناه أنت عندك لحد إندكس 3. نيجي نعمل اللي هو برنت ونشوف أيوة طبعا عليه زيرو. طيب في زول بيقول لي يا أخي أنا عايزه مثلا، أنا محل ده أرخمه مثلا أخليه يبقى واحد عشان يكون واضح شوية فيرست كلاس. نقول له جدا ما عندي مشكلة فيرست كلاس. طيب هل البقية ده هيحصل فيها شنو؟ هل ممكن مباشرة أنا آه الا لازم اسجل هناك؟ يعني انا هل مفترض انا اسجل هنا؟ لا لا، الانم الحاجه الضابطه فيه انه انت اذا عرفت الواحده دي البقيه هي براها شنو؟ بتتملي تلقائيا يعني. ظابط؟ فهنا ممكن تقول له سكند، هنا ممكن تقول له سكند كلاس. ولو جيت هنا حاولت انا اتبع اللي هو السكند، هيجيني برضو شنو؟ هيجيني الرقم اتنين، هيجيني الرقم اتنين اللي هو سكند كلاس. تمام. هنا تحت هيجيني الرقم اتنين، ايوه زي ده. واذا جيت تبعت التالتة هتكون لك سيرت كلاس، والرابعة هتكون اللي هو فورس كلاس. تمام. دي الحاجة اللي بتحصل يعني. اتبع عليكم التالتة والرابعة؟ لا يا اخي، انتوا يا جماعة مسألة الثقة دي شنو يعني؟ ما خلاص طبعا الواحد والاتنين مفترض تصدقوني يعني، تاني ما تخلوني اتعب زيادة يعني، صح؟ طيب ده كان الاكزيستنج فاليوز. ثابت. طيب المقارنة بينه وبين الثلاثة دي، ونحاول ذاته شنو؟ نقوم نستخدم الثلاثة دي، نشوف نستخدم الانم والاستراكت والاري مع بعض، نستخدمهم نشوف الاستخدام بتكون كيف. طيب يا جماعة، زي ما اتكلمنا انه الاري والاستراكت ده يعتبر شنو؟ داتا ستراكشرز. فحيث انه الاري ده عبارة عن كولكشن اللي هو مجموعة من داتا تايبس او مجموعة من الفاليوز تنتمي لنفس النوع البياني، بخزنهم في مكان واحد، بخطهم جنب الذاكرة، يا إما سترينج يا إما فلوت يا إما دبل يا إما شار يا إما كده. تمام. كلام جميل. جينا في الاستراك كسرنا القاعدة بتاعي ده، بقى شنو؟ بقى عندي مجموعة من البيانات
لكن شنو او بيكون عندي اللي هو مجموعة من بيانات مختلفة قاعدة في مكان واحد، انا بسميه استرك، تكون قاعدات في الذاكرة جنبي بعض. هو قادر انه يخزن لي بيانات من انواع بيانيه مختلفه، قادر يخزنهم في الذاكره يخطهم بالجنب. تمام. نجي ويلا بالمناسبه ديل اي واحد منهم احجامه ممكن تكون كبيره شويه يعني، لكن اذا جينا لده طبعا انا قبل كده كنا بنعمل حاجه واحده لما نكون دايرين نعرف اللي هو الحجم بتاع هنا، ممكن نقول له size of آه شنو second. كويس. size of second. size of size of second دي عبارة عن keyword محفظة يعني موجودة هنا. كويس. size of second اداني 4 يعني، فلو لاحظت هو زي ما قلت لك كان بيتعامل مع الانتجر، والانتجر كان اللي هو عبارة عن 4 يعني، ظابط معاك. لكن الحاجة السمحة انه هو ده هنا selection يعني. انت فهو هل هو اسرع من الاري وكده، فانا بستخدمه في اللي هو دايما في الثوابت، الحاجة اللي انا ما عايزة تتغير اصلا. تمام. فبغيرها وهي سريعة في نفس الوقت يعني. الليلة انت لانه ليه انت مباشرة حددت له يا اخي، انت محدد من جوا هنا، فهو ما بيجي بيعمل لوب يعني، ما بيلف على العناصر دي كلها، لا لا، هو موجود قاعد هنا. اللي هو ده هنا، وده القيمة بتاعه يعني، وما محتاج يعمل لوب عشان يجي يشوف العناصر بتاعك ده قاعدين هنا ولا لا يعني. فهو يلا سريع وكده. وفي نفس الوقت برضو انا بقدر بحافظ على التنسيق بتاعي اسمه ده بسهولة يعني. اذا انت اضطريت انه محلات ده لازم تستخدم مثلا string، فممكن تغيرها لاري يعني. عرفتها، ممكن تغيرها لاري ما في أي مشكله. لكن ممكن احنا نستخدمها مكان تاني ونكتب لوجيك معين يعني. مثلا اذا مثلا في زول بيقول لي يا اخي انا عايز بعدين الطالب ده لما نجي اسجله مثلا، كويس، انا دايره في حاله انه مثلا كان فيرست كلاس، انا داير اسجل فيرست كلاس، ما داير اسجل واحد واثنين وثلاثه واربعه. نقول له جدا ما عندك مشكله، بيجي بقول له اف شنو، هقول له اف اللي هو فيرست. تمام. فبس هنا ببساطة هنا بيجي بقول له شنو سي اوت. موضوع بسيط جدا يعني. انت first class first class انت لاين. اوكي. يساوي true. اصلا كلهم true يعني، اصلا هم طبعت لي الفيرست كلاس. طيب ده ما ممكن ياخدنا لحاجة تانية او ياخدنا لشنو، والله ياخدنا، ما ممكن ياخدنا اللي هو السويتش. ايوه ممكن ياخدنا للسويتش. ظابط سويتش زي ما قلنا هنا. بنيجي نكتب شنو، نيجي نكتب الكيس بتاعي. ما هو الكيس اللي انت عايز تكتبه؟ الكيس اللي هو كان عبارة عن اللي هو الفيرست. كويس. طيب هنا حاجة اكتب معي زي كم كيس كده. ظابط. الكيس الاول الناس اللي نسيت السويتش يا اخوانا كلامكم ده ما بيجي. الكيس الاول اللي هو الفيرست ده لو كان مكتوبها كيف هي. ال- الكيس بتاعي ده لو كان واحد، المفترض يحصل شنو؟ المفترض يحصل سي اوت اللي هو فيرست كلاس. ليه قلنا واحد يا جماعة؟ ما قلنا لأن هي بتتعامل أصلا بس مع الأرقام، إن إنه طالب بيقول له شنو بدي بريك. ظابط. وبجي بكرر الحاجة دي لغاية ما أخليهم يبقوا أربعة عشان نجي نشيك اللي هو الموضوع بتاع السويتش اللي قبل كده. بعديها بعده. تمام. فا أوكي. كيس واحد تخليها تبقى كيس تو، دي ممكن تبقى كيس ثري، ده ممكن تبقى كيس فور. تمام. وبعد كده هو هيجي يشوف، هيجي يشوف يتبع لي شنو في النهاية. أنا أديته شنو؟ أديته طيب يا جماعة. طيب يا أخوانا، أنا ما دقست يا أخي، خليت يكون في كار يعني. طيب كالعادة لو كان first first ده لو كان واحد بيجمع علي كده يعني، بيتبع علي كده يعني، فممكن استخدمه كسويتشز برضه هنا. عرفتها. ممكن اقول له سكن يعني. السكن ده يعني في حالة انه لو كان واحد اتبع عليه الفيرست كلاس، لو كان التاني اتبع عليه اللي هو يعني السكن كلاس يعني. لو كانت التالتة اكتب اتبع عليه اللي هو ثيرد كلاس يعني. لو كانت الأربعة اتبع عليه اللي هو الفورث كلاس. تمام. لو كانت أربعة بيتبع لي اللي هو الفورث كلاس. هسه حاليا كانت اتنين فطبعت لي السكند كلاس.
طيب يا جماعة جميلة لحد هنا، لا لا ظريفة لطيفة ما فيها مشكلة. عملنا الكامبير بينه وبين الري وبين اللي هو الاستراك والكلام ده. طيب يا جماعة رأيكم شنو هنا في نهاية الاسم ده؟ نقوم نشتغلهم الثلاثة سوا، نقوم نعمل كومباينيشن بين الاري والاستراكت وكده. رأيكم شنو في كلمة كومباينيشن ده بالله؟ طيب. طيب نيجي نعمل استراكت هنا. طيب عشان ذاته يكون يوز كيس جميلة، خلينا نسميه ستودنت. كويس، ده طالب جاي نسجله. الطالب لما بنيجي نسجله بيكون محتاجين لشنو؟ بيكون محتاجين لاسمه اللي هو كان عبارة عن string name. كويس، ومحتاجين لمثلا عمره، ايوه محتاجين لعمره age، او integer age. كويس. وتاني محتاجين لشنو؟ محتاجين اللي هو لليو، محتاجين نسجله في كلاس معين، std class، student class. كويس، محتاجين نسجله في كلاس معين. خلينا نكتفي بالثلاثة دي. كويس. طيب اللي هيحصل هنا شنو؟ اللي هيحصل انه انا داير اسجل الطالب ده، وداير اسجل اللي هو عمره، وداير اسجل الكلاس بتاعه. كان زمان هنا لما نجي نسجل الكلاس هنا، طيب الكلاس هنا يكون انت، كان الكلاس هنا ممكن نسجل يدوي، لكن احنا ما دايرين الحاجات دي تبقى يدويا، لانه مثلا عندنا لوجيك معين في السيستم حقنا. بعدين بيست اون اللوجيك ده انا بطبع مثلا فيرست كلاس، بطبع سكند كلاس، بطبع سيرد كلاس، او بعمل اشياء تانية بتكون مرتبطة باليونيفرسيتي كلاسز اللي هنا ده. فاللي بيحصل هنا شنو؟ اللي بيحصل انه اجي اعرف الكلاسات الموجودة عندي كلها بالانم، واجي اخزنهم في variables. بعد ذاك اجي اسجل اللي هو اسماء الطلاب بتاعي. طيب انا عندي كم مستويات؟ عندي 4 مستويات صح. بجي بقول له هنا انم اللي هو first class او university class هنا first class يساوي first class. كويس. ده انا اقدر اعمله كده، بس هو كده يعني. لكن انت ممكن اللي قدام تغير هنا first، تاني بعديها second، بعديها third. هولت 1 يعني اي واحد انا اخترته من هنا من الانام هو شنو؟ تختار لي اللي هو الرقم بتاعه الموجود. يعني انا الطالب ده سواء كان داري هيدرس سنه اولى ولا هيدرس سنه ثالثه ولا هيدرس سنه ثالثه. يعني بعد ده بيجي اللي هو شنو؟ بختار او بيجي بعد ده بسجل الطالب بتاعي. الطالب بتاعك كان اسمه منو؟ عشان تيجي تسجل الطالب بتاعك احنا عارفين انه لازم نيجي نعرف الاستراكت بتاعي ونعرف هنا. فالاستراكت بتاعي كان عباره عن student. تمام. فهنا حاجة اقول له student 1. كويس، عرفته كده. فيلا بعد ده بحاول بسأل لكل اللي هو ال std1 اللي هو دوت، اقول له النيم يساوي مصعب هنا std1 دوت age بيساوي اللي هو 28 مثلا. بعد كده بنجي للحاجة اللطيفة الظريفة. بعد ده بقول له std1 دوت std class يساوي، كان بيساوي شنو؟ اللي هو يساوي لي انا بدرس في سنة كم فورس كلاس مثلا. ظابط وكده. بعد ده في زول بيجي بيقول لي نسأل له كيف. احنا كنا عارفين انه نسأل كيف للاستراك، والله سي اوت، نسأل كيف للاستراك انه بيجي بكتب اللي هو اسم الاستراك بتاعي std1 او اسم الانتيتي حقي. تمام. وبعد ده بيجي انا داير اتبع شنو؟ داير اتبع الايج مثلا. هاجي اتبع، او خلينا نبدا بالترتيب. نتبع اول حاجه شنو؟ اللي هو النيم line. كويس. ونيجي نحاول نتبع الكلام ده، يجي نشوف what it gives. اوكي طيب. عندي هنا semicolon. طبعا تاني university class is third class x equal to third class. طيب second class third class previously declared. طيب ايوه هنا فورس كلاس. شوف الانام بالمناسبه حتى ما بيقبل، يعني ما بيقبل التشينج قبل شويه. فلو لاحظت لما جيت عملت اوفر رايت هنا عمل لي انه في ري ديكلاريشن. هنا مش اوفر رايت، انما عملت الري ديكلاريشن للحاجه دي. الاوفر رايت مثلا تيجي تقول له انه الفورس كلاس تاني هنا يساوي الكلام ده، لكن برضه ما بيقبلها لانه اصلا immutable، ما بيقبل تغيير يعني. كويس. كده تبع عليها الاسم. فنجي هنا تاني نقوم نتبع العمر، وتحت منه نجي نتبع اللي هو الفصل الدراسي بتاعي.
هنا ممكن اقول له age، وهنا ممكن اقول له std class بيتباع الايج بتاعي كويس كده. هنا بيتباع لي عمره. لو قلت له هنا second class ممكن يديني الفصل الثاني. first class ممكن يديني الفصل الرابع، او ممكن يديني الفصل كان second class الثاني، first class الثالث. طيب وين third class الثالث. طيب fourth هنا third fourth برضه third هنا برضه مفترض اغيره ل fourth class عشان مفترض يديني الرابع هنا fourth. فده برضه قدرت اعمل منه select يعني. طيب يوز كيس تانية انه عايز اسجل طالب تاني. طيب اسجل طالب تاني معناها هعمل اشتراك تاني وحاجة اسجل، لكن طبعا ما هكرر الطباعة، بس بعدين هكون في حريص انه ما يكرر كل شيء. اسجل هنا نصر الدين مثلا، نصر 2 و31 الكلاس حقته فورس مثلا. طبعا لما يكون عندي عدة عناصر من أمس اتفقنا عشان نطبعهم، أحطهم في شنو؟ خلينا نحطهم في فيكتور، لأنه أنا في الأري ما بعرف أنا بعد شوية العناصر راح يكونوا كم يعني. فأنا من هنا بدربك على إنه أنت لازم تعرف تستخدم الأداة المناسبة في المكان المناسب. هنا في فيكتور وفي أري، لكن أنا اخترت إنه أستخدم اللي هو فيكتور في الاس تي دي، أو فيكتور وأسميه شنو؟ أسميه students، لأنه أصلا كده بعد بيبقى طلاب كتار صح؟ students. أو طيب هو مش students، إنما النوع البياني بتاعي كان student كويس. students students وبعد ده يساوي لي شنو؟ يساوي لي std1، لأنه أنا داير الطلاب ده كلهم أخدهم في array واحدة std2. وبعد ده ممكن أجي شنو؟ أمارس عليهم الشعوذة وأطبعهم يعني بالتراديشنال فور لوب انت اي تساوي شنو؟ تساوي 0، بالتالي من الاندكس 0. اقول له اي اقل من سايز اوف، او اقل من اللي هو الستودنت، وين فين دوت سايز students دوت سايز تمام. بعد هنا اقول له اي بلس عشان اقدر اطبعهم كلهم. وبعد ذاك هنا بجي بطبع الكلام بتاعي ده يعني. اوه ماي جاد، هنا كان سي اوت اوكي. اللي هو students اوكي students اي كويس. زي ما قلنا شنو دوت نيم، داير اطبع النيم يكون انت لاين كويس. واللي بعديها نكرر الخطوة دي لغاية ما اطبع الاسماء كلهم يعني. هنا دوت age، هنا student class او std class تمام. وهنا امس كنا بنعمل النجوم الظريفة دي عشان شنو؟ عشان بس اخلي بقى مساحة يعني، خليها تكون واضحة شوية. وبعد كده بجي بحاول أتبع، والله يسرني من العوارض. طيب فيكتور أسند ديكلير، طيب انت معناها مفترض استدعيه هنا الفيكتور هاش include اوكي فيكتور بعديها تمام. طبعا عليه أول واحد منه كان عبارة عن نصر الدين، العمر 31 وكده يعني. التاني طيب ويس نيكست بنعمل اوفر للحاجة وبننساه يعني، عرفتوا؟ دي كان عملت اوفر تاني، فكان نسيناه، فبالتالي ما قدر طبعا الحاجات دي كلها. إذا أول ستودنت كان مصعب، وستودنت تاني ستودنت كان اللي هو نصر الدين. طبعا في المحاضرة دي قدرنا استخدمنا الإينمز ومعاها الأري، وقدرنا استخدمنا معاها برضه ستراك.
اول حاجه عرفنا الفرق بيناتهم وليه بستخدم اي واحد منهم. بعد ده قررت انه انت ممكن تستخدمهم الثلاثه مع بعض عشان تعمل حاجه يعني. فعشان هسه حاليا ده مشروع بتاع شنو تسجيل طلاب يعني. شوف انا مستخدم فيها استراكت، ومستخدم فيها الري، ومستخدم فيها مستخدم فيها اللي هو الانمس الثلاثه دي. اذا الانمس زي ما قلنا يا جماعه بستخدمه للكونستنس ثوابت. في حاجات تانية ممكن انا استخدم فيه الانم، زي مثلا التاسك ظابط معاك الحالات. مثلا انت رسلت للدكتور اللي هو شنو رسلت له التمرين يعني، فيلا انت مفترض عشان تعمل تراكنج للحاجه بتاعك ده لازم يكون عندك ثلاثة حالات. مثلا completed، viewed، تمام، او مثلا rejected كده. شافوا واداك كومنت قال لك ادي الحاجه الفلانيه، شافوا وما عجبه عمل لك ريجكت واداك كومنت، شافوا وعجبوا اداك تصحيح انه التاسك بتاعك ده خلاص كمبليتد يعني. فهنا ده شنو بترجي زيرو او بترجي واحد او بترجي اتنين يعني. عرفت؟ والارقام اصلا التعامل معاهم سهل بعدين شديد في اللوجيك، انه لما يجيك القيمه بتاعه كان كده انتجر، فالتعامل معه اسهل اصلا. فعموما الإيرامس أنا بستخدمه في الحالات من الشكل ده. ممكن أستخدمه أبرمج به اللي هو إشارات المرور. بس أفضل حاجة ممكن أبرمجها بإنم أو حاجة شبيهة له في أي لغة تانية. فعموما إن شاء الله تاني باقي لنا بس الريفرنس، وباقي لنا شوية مفاهيم في الميموري مانجمنت، وبعدها هننتقل إلى إن شاء الله الفانكشنز. شايفكم نقول لكم للآن متحمسين له يعني، لكن أنا حبيت إنه نغطي أكبر جزئية ممكنة، أكبر قدر ممكن من الحاجات اللي نغطيها. وبإذن الله كل الحاجات دي إذا في زول منكم بيدرس في الكلية، فما أعتقد إنه في حاجة عدوك لها في الكلية لحتى الآن نحن مشينا خليناه يعني، إلا أخذنا زيادة عليه. فالكورس ده مستهدف به انتوا أول ناس يعني الطلاب ديل. وفي نفس الوقت برضو خليناها تكون مفصلة كده، عشان لو في زول تاني ما كان عنده أي علاقة بالبرمجة داير يتعرف على المفاهيم البرمجية، فالكورس ده إن شاء الله كان بيتقدم له إفادة. فشكرا لكم يا جماعة، وإن شاء الله نلتقي في المحاضرة الجاية.